افتح الفيس الاقي فيديوهات كبده، افتح اليوتيوب الاقي فيديوهات كبده. فحسيت ان دي اشاره وان انا لازم اعمل كبده. انا حسيت ان يعني في حاجه، يعني مع ان عيد الاضحى خلص، بس قلت ايه، يلا نعمل الكبده. مالها الكبده؟ جبنا الكبده قطعناها زي الشاورما زي ما شفتوا كده. لازم الزيت يبقى سخن علشان الكبده ما بتتغسلش يا جماعه. لازم نديها صدمه في الاول حلوه كده. وانا بفضل احط الكبده قبل التوم علشان بقى هتشمي فعلا ريحه كبده العربيات، بس حاجه بقى على نظيف. وما في، احنا متاكدين من مصدر الكبده اللي احنا جايبينها. حطيت عليها توم مفروم، توم كتير بقى زي ما انتم شايفين، حطيت مره واتنين وتلاته توم كتير. الكبده بتحب التوم. وهشوح التوم لغايه ما التوم نفسه تحسي انه بدا ايه، ريحته تطلع كده ويتحمر. اول ما ريحه التوم تطلع انزلي بشويه الخل بتوعك، تقريبا ربع فنجان، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، سنه كمون عشان الناس اللي بتزعل ان انا بحط كمون في الكبده، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه لغايه ما احس ان الكبده خدت من نكهات الحاجات الحلوه دي. وهنزل بالفلفل الشطه. طبعا انتوا عارفين البنات عندي ما بياكلوش فلفل الشطه، فحطيت فلفل ايه، عادي متقطع صغير. هشوحه كده لغايه ما ياخد ويدي مع الكبده. واول ما تيجي كل الحاجات دي تستوي هنزل بالليمونه. ما تنزليش بالليمونه قبل ما الكبده تستوي عشان ما يقعدش وقت طويل على النار ويمرر معاكي. تقليبه سريعه كده وبعدين نقفل على الكبده. ليه بقى الكبده ما تتغسلش؟ الكبده ما تتغسلش علشان ما نزودش الزفاره ونزود نمو البكتيريا. علشان كده انا بفضل ادي الكبده صدمه، طبعا بعد ما اقطعها و من غير اي غسل. جبت بقى العيش الفينو. العيش الفينو بقى مش الريتش بيك يا جماعه ولا البيتي بان، لا، العيش الفينو اللي هو بتاع المخابز ده، علشان بقى نتقمص ان احنا هنعمل كبده على العربيه. وادي الكبده وهنحطها في الساندوتشات وهنجهز احلى صينيه كبده. حاكم الولاد ما يملاش عينهم، يعني انك تحط لهم بقى في طبق بقى وتزيني، لا لا خالص، انت حط لهم الساندوتشات في صينيه ياكلوها علشان يحسوا كده ايه، احساس الشوارع اللي هم عايزين يحسوه كده. احنا مش ناقصنا غير العربيه. زي ما انتم شايفين ادي الكبده اهي والبطاطس والمخلل وحاجه مية مية. ايه رايكم بقى؟ تعالوا بقى نلقي نظرة على سندوتش الكبدة بتاعنا. انا شخصيا كمان بحبه بالبلدي. تجيبي رغيف البلدي كده تتنيه في النص وتحطي شوية الكبدة بتوعك، بس هما كانوا حابين ياكلوها النهاردة في الفينو. واو واو واو، بجد يام 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 على الطعم يا جماعة، حاجة رهيبة. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. اهو الموضوع ما خدش في ايدينا دقيقتين، والباقي بقى قاعدين نرسم الساندوتش ونعمل الحاجات والتحابيش اللي جنبه علشان تدي احساس ان احنا بناكل على عربية الكبدة. ايه رأيكم بقى؟